عارفه ايه اصعب شعور؟ مش الكلمه اللي اتقالت لك، الاصعب قهرتك لما روحتي البيت وافتكرتي ان انت وقتها سكتي وما خدتيش حقك. النهارده اول خطوه في رحله تغيير حقيقيه. في ناس كتير بعتت لي وقالت لي يا رغده احنا بنبقى ماشيين واثقين في نفسنا جدا، وفجاه حد يرمي كلمه تهدني، جسمي ساعتها بيتنفض ولساني بيتربط، بحس وقتها ان انا مهزوزه جدا. عايزه اقول لكم سر، على فكره انا زمان رغده ما كانتش كده خالص. فاكره مره كنا في تجمع كده وكنت لسه يعني في بدايتي، فبحاول اثبت نفسي وكده. حد من الموجودين حب يستظرف قدام الكل، بقى حب يستظرف قدام الكل وقال لي بضحكه صفرة كده: هو ايه يا رغده، انا شايفه ان انت واخده الموضوع جد قوي. هو انت فاكره ان الكلمتين اللي انت بتقوليهم دول هيغيروا الدنيا حواليكي؟ وقتها انا حرفيا اتجمدت، وشي احمر، عيوني اتملت دموع، ما قدرتش انطق بولا كلمه. ابتسمت ابتسامه مكسوره كده. رحت يومها البيت، ما كنتش عارفه انام من قهرتي على نفسي. وانا ليه ما اديتش رد يوقفوا عند حده؟ اللحظه دي قررت اني مش هسمح لرغده الضعيفه انها تظهر تاني. اول مره جربت فيها قاعده الصمت مع نفس الشخص، بقى حاول بقى يكرر اللي عمله. وقتها بقى انا بصيت له كده بكل هدوء تام وقلت له: هي انا فخوره جدا باللي بعمله، مش فاهمه بصراحه ايه اللي مضايقك من نجاحي. عاوز اقول لكم وقتها نفس الشخص ارتبك جدا، بدأ بقى يبرر كلامه. من يومها رفعش عينه في عيني بكلمة وحشة. الفرق بين رغدة زمان ورغدة دلوقتي اني اتعلمت ان كلمتي ملكي، وانا اللي بحدد مين يدخل منطقتي ومين يقف عند حدوده. انا عاملة السلسلة دي ليكم كان مفيش واحدة منكم تروح تنام وهي مقهورة على روحها تاني زي اللي حصل معايا زمان. النهاردة اول حلقة من السلسلة بتاعتنا، سلسلة فن الرد الذكي. انا مش هعلمك تردحي عشان بس ايه الناس ما تتخضش ورغده عامله بقى فن الرد الذكي بقى وهنبوظ الدنيا. لا 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 لا، انا اعلمك ازاي يكون ليكي هيبه. خلي اللي قدامك يفكر 1000 مره قبل ما يرمي عليكي كلمه، قبل ما يغلط فيكي. عايزه اقول لك ان انت مش لوحدك، مش معنى ان انت سكتي يبقى انت ضعيفه. عقلك بيدخل في حاله صدمه، الجهاز العصبي عندك بيشوف الاهانه دي كانها اسد بيهجم عليكي، فيعمل حاجه من الاتنين: يا اما يخليكي تهاجمي وتغلطي ويطلع شكلك وحش في الاخر، يا اما يخليكي تسكتي وتتجمدي، وهو ده في الغالب اللي بيحصل معانا. انا عايزه اقولك على حاجه: الناس اللي بتقلل منك بيتغذوا على ارتباكك. صدقيني هم عايزين يشوفوا عينيك بتهرب وصوتك بيرتعش. طول ما هم شايفين ده هيفضلوا يضغطوا عليكي. وعشان كده اول درس لازم تتعلميه النهارده: الغي رد الفعل المتوقع تماما. تعالي كده نتخيل موقف. تعالي نتخيل كده موقف واحده صاحبتك او حد من قرايبك قال لك قدام الناس اللي قاعده: ايه ده انت وشك شاحب ومتغير كده ليه؟ انت كبرتي ولا ايه؟ بيحصل معانا صح؟ عارفه بيحصل معانا، ومعرفتيش تردي وقتها صح؟ في اللحظه دي الغالبيه بيعملوا ايه؟ اما يضحكوا ضحكه صفرة كده وتعدي. لا لا، دي بس الاضاءه هي اللي مغيره شكلي. يا عم كفايه اضاءه ايه؟ يا اما يدافعوا عن روحهم. الرد المحترف: بصي في عين اللي قالك كده 5 ثواني. بعد ال5 ثواني اللي بصيتي في عينه عايزاكي بقى تقولي له او تقولي لها: هو حضرتك تقصدي ايه بالكلمه دي؟ او ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ عارفه وقتها ايه اللي هيحصل؟ الشخص ده هيحس باحراج رهيب، هيحاول بقى يصلح الموقف اللي عمله ويرقع بقى الموقف اللي عمله لانه غلط. هيقول لك لا انا بهزر. هنا بقى انت هتردي عليه الرد القاتل: تمام تمام، بس يا ريت الهزار المره اللي جايه يكون الطف من كده. عايزاكي النهارده قبل ما تشوفي الحلقه الثانيه من سلسله فن الرد الذكي اعملي تمرين صغير كده. اقفي قدام المرايه، افتكري اكتر كلمه وجعتك وانت واقفه قدام المرايه. بصي لنفسك في المرايه وانت ساكته. اتعودي تشوفي ملامحك وانت قويه. الثقه مش ان انت لسانك يكون طويل، الثقه ان انت تكوني مسيطره في الموقف اللي انت وقعتي فيه. دي كانت البدايه. الحلقه الجايه هقول لكم على جمل قصف جبهه بالمعنى الحرفي لرد اي حد ممكن يتجاوز حدوده معاكي. عايزه كل واحد بيشوفني يكتب لي في التعليقات ايه اكتر كلمه فعلا حسسته انه مهزوز عشان نجهز الرد عليها الحلقه الجايه.